اصلا المنتج الوطني انه يفيد المواطن. ثاني حاجه شوف جينا اخر الليل والعمال قد نصهم او اكثر من ثلثين راقدين مع اهلهم والسواقين والموزعين. يعني تخيل كم يا اسر عامله شاقيه على اسر. هذا من فوائد المنتج الوطني انه يخفف عليك من العطاله والبطاله ويشقى على اسر. ما بالك بالمنتج بتخفيض الكهرباء والاسعار والاصاله والجوده والمنتج. يخرج منها اللمبه ويرجع يتشكل مره ثانيه. ايوه لانه الحين المنتجات المستورده كلها ما تحتويش على الالمنيوم الذي يعني يبرد اللمبه. مجرد ما تركب اللمبه صينيه تسحب كهرباء زياده وتحمل تمسكها تحرق. بس الوطني امسكها بوسها ظنها ما تاثر. ما ابو هذا تلمسس معاه. الكهرباء عندنا في اليمن تضعف وتقوى صح؟ تحرق اللمبه الصينيه. هذا مهمته يرد الضعف ولا القوه في نفس التيار. ما يوصلش الخريطه الوقتيه ما تحرق. يعني هذا يعني مثلا تقول عازل حمايه. هذا حمايه يحمي اللمبه شرط كهرباء التماس حريق ضعف قوه ترجع في التيار. معناته يعني زي ما تقول لي انه بضاعتكم على ضمانه اي يجي له بخرب ترده. هو ما يخربش بس ضمانه سنتين. اذا خرب رد نفحصه انا ندري منين الخلل. سنتين ما ضمنش سياره سنتين يا محمود العمل. اضمن حقي سنتين وثلاث سنين. سنتين وثلاث سنين. مو بو منتج وطني. اهم ميزه في لمبه وطني ان هذا المنيوم. هذا المنيوم. هذا المنيوم بينما اللمبات المستورده كلها حديد وهذا ياثر على سحبيه الكهرباء. تسدد انت فاتوره 20,000 بينما ركب وطني تسدد 13,000. ايش الفرق يعني انه هذا؟ الالمنيوم ما يسحب كهرباء زياده. تمام. الحديد الذي على طول يسحب عليك البلد. معناتها المنتج الوطني يشتغل نظام كهرب وبطاريه. نعم. طاقه شمسيه لليوم. ايوه. معنا يعني لمبات طاقه شمسيه من 3 وات الى 15 وات ولمبات الكهرباء من 3 وات الى 50 وات. الالمنيوم ما يوجد الا في لمبه وطني. هكذا داخل. اي لمبه مستورده ما فيها هذا الذي يبدد الحراره ما في ماشي اللمبه. تصل لك الكلام يا ابو حيدر. الايمان يمن والحكمه يمانيه. الحكمه اليمانيه مزروعه. القلب حق وطني. الحكمه اليمانيه بس القلب معاكم خراج. المراحب والتجربه. ايوه هذا بعد ما يركب لها شوف لحظه. بعد ما يركب لها هذا الاسلاك. هنا يتم زراعه المسمار القلوي. القلوي هذا. يزرع لها مسمار. خليه يعيش. جاهز ويضويها. احنا عانينا بانهم يقولوا مصنع نيوسام ويجمع. يا كل واحد يشتري من الصين ويجي يجمع. ما هو مداري ان هنا مصنع من الصفر. 200 اسره دعوا لهم مصنع نيوسام. بغض النظر عن 200 اسره هذا واجب وطني. لا سلام. لكن انه